السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل أكل شعبي 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 يعني، وأكلة جميلة أكترية الناس بيحبوها، خاصة لما الجو بيسقع. هعمل النهاردة العدس. العدس يعتبر طريقته سهلة يعني، كل حاجة بتتعمل في حلة واحدة. أنا هعمل على قدي لأن ولادي مش بياكلوه، جوزي مش قوي بس نفسي فيه، فقلت أعمل على قدي. بصوا هنا بنجيب حلة، بنغسل العدس وبنحط عدس وبنحط بصلاية اهي على حسب الكمية. دي بصلاية وسط وطماطماية وجزر، طبعا ده كله كان عندي في الفريزر اهو، طلعته الجزر. بصوا بقاله والله ازيد من سنة في الفريزر ولونه زي ما هو اهو. دول كده بنحطهم في حلة واحدة، وبنحط يعني حوالي 4-5 فصوص توم. انا ما عنديش طبعا توم حي يعني توم فصوص عندي كان برضو في الفريزر، فحطيت حتة بس ساحت اهي، بواقيها اهي. يبقى احنا كده حطينا في الحله العدس والجزر والبصل والقوطه، واللهم صل على النبي. وبحط التوابل، ملح وسنه فلفل اسود عشان لونه ما يغيرش، وكمون، وبحط مكعب مرق. ده كله هنحطه مع بعض على النار لحد ما يستوي، وبعد كده هرجع اقول لكم هعمل ايه. وهعمل جنبه شويه مسقعه كده ولادي بيحبوها اهي. ضربت القوطه حضرتها، وادي البتنجان قطعته ورش عليه ملح ينزل ميته، وبحمر البطاطس الاول في الطاسه قبل ما احط البتنجان عشان خاطر الزيت يبقى نضيف. ودلوقتي هروح على النار احط دي لحد ما تستوي. خليكم معايا، ما تروحوش في حته، وما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس على الكل اللي مش مشتركين، وربنا يخليكم ليا اغلى اخوات، وخليكم معايا. جايبي العدس اهو بيغلي على النار، تعرفين ان هو خلاص لما تحسي ان القوطه والبصل استوى. بصهم برضو لو كنت حطاه الواحده بوحدتها بتحسي ان هو استوى، لكن انا عشان كنت حاطاه مفروم فمش باين هو شويه وهنشيل عليه. وهنا طبعا المسقعه عملتها معاكم 100 مره. انا بحب اعمل صلصه المسقعه بالثوم، ما بعملهاش بالبصل. حطيت حته ثومه اهي تتحمر كده، واروح نازله عليها ايه الصلصه. الصلصه عندي دايما بحب ابقى مجهزاها من كل حاجه، التوابل بتاعتها ملح فلفل كمون مكعب مرق. هنا البتنجان اهو بيتحمر، وهنا البطاطس طلعتها حطيت عليها الكمون والملح، بتبقى جميله قوي لما تحطي عليها كمون وملح وهي لسه معموله. بطاطس اليومين دول مقرمشه وحلوه. وهنا الطماطم اهي عندي هنزل بيها اهي، حاطه فيها كل حاجه زي ما قلت لكم، وحاطه عليها كمان قرن فلفل احمر عشان تبقى حمرا كده وحلوه اهي. دي كده الطماطم بتاعت المسقعه، هوطي عليها شويه على ما احمر البتنجان تكون ايه اتسبكت. انا ما بصفيهاش، انت عايزه تبقي تصفيها صفيها، انا ما بصفيهاش، تبقى حلوه يعني مش محتاجه تصفيه اهو. وهرجع لكم بعد ما العدس يخلص عشان اقول لكم ايه هنعمل ايه. في ناس بتحب تحط بطاطسايه على العدس، انا ما بحبوش الصراحه، بحبه بالجزر بس. انما البطاطس دي مش عارفه بيحطوها ليه، بيقولوا عشان يبقى العدس يبقى قوامه تخين. طب ما هو بيبقى تخين. خليكم معايا يا حبايبي حبايب قلبي، انا خلاص العدس استوى. وبعد ما استوى زي ما قلت لكم لما حطيناه في الميه، بصوا حبايبي، في ناس بتحب تعمل بصل تحمره يعني زي طشه كده وتحط على العدس. انا ما بحبوش، بستكفى بالبصل اللي جوه العدس. بحمر له شعريه لان انا هعمله عدس اللي هو بيتاكل بعيش مش شوربه عدس. وادي العدس اهو بعد ما ضربته في الخلاط اهو بنزله على الشعريه. ماشي يا احمد، زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو. وهقلب كده وهسيبه على النار دقيقتين بس على ما الشعريه تستوي، وكده يبقى العدس بتاعنا جاهز. ده كده عدس مش شوربه عدس. شوربه عدس هيبقى نستكفى، مش هنحط الشعريه. عايزه تحمري بصلايه مع الشعريه اوكي ماشي، بس انا مش بحب، بستكفى خلاص. انا حاطه بصل وثوم وكل حاجه في العدس ذات نفسه وهو على النار. كده هخليه يغلي دقيقتين بس عشان الشعريه تكون استوت، وهطفي عليه اهو يا حبايبي اهو. القوام زي ما انت عايزاه خفيف شويه، زودي شويه ميه. حاضر. انا عملت المسقعه اهي، عملتها معاكم طبعا كذا مره. حطيت البتنجان تحت وعليه صلصه، وبعد كده البطاطس بصلصه اهي وقرن فلفل بس مش بنحب الحاجه الحراقه. هزقها دلوقتي على الشوايه تاخد لون وخلاص. واحلى اخوات، خلاص العدس خلص اهو. اديته غلوه زي ما قلت لكم وطفيت عليه. هو كل ما هيقعد هيتقل شويه لان طبعا الشعريه بتتقله، فبراحتكم. انا مش هاكل منه دلوقتي فعشان كده مش هغرف، انا بس حضرت للي هيعوز ياكل
اهو يا حبايبي. وبعد كده لو عايزه ازوده شويه ميه ازوده. حطيت له سمنه وخليته حياؤه جميل. وعندي سمنه بلدي برضو، بحب بقى اما باجي اكل بروح حاطه حته كده على الوش بتسيح بتبقى عسل. اهو يا حبايبي بألف هنا وشفا. اهو من غير بطاطس ومن غير اي حاجه زي العسل اهو. ودي المسقعه الجميله اللي عملتها معاكم كذا مره. طلعتها هي يا حبايبي من الفرن خلاص، وده كان اكلنا النهارده. وما تنسوش يا حبايب قلبي اللي مش مشترك في القناه يشترك، وتحطوا لي لايك وتعليق حلو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.